Alpha. كاميرا جديدة من سوني ZV-E10 Mark II. الكاميرا دي هتعجب ناس كتير، هتستهدف فئة كبيرة، فئة صناع المحتوى اللي عايزين يعلوا بقى شوية من جودة الفيديوهات بتاعتهم وياخدوها بقى من مرحلة اللي هو لسه بيبدأ وبيجرب لمرحلة بقى لا شغل فول تايم كونتنت كريتور ويخش عالم الكاميرات. فدي هتبقى بدايه قويه. هقول لك في الفيديو دوت كل حاجه عنها وايه الفرق ما بينها وما بين ZV-E10 الاولانيه وطبعا سعرها في الاخر. طيب اول حاجه مكانها فين علشان ما تتلخبطش. انا بحب اللاين بتاع الزي من سوني، واخد اهتمام كبير قوي منهم وعاجب ناس كتير لدرجه ان ZV-E10 اللي فاتت من اكتر الكاميرات مبيعا السنه اللي فاتت، وفي اليابان تقريبا هي الكاميرا رقم 1 اتباعت السنه اللي فاتت. فانت عندك ZV-1 Mark II وعندك ZV-E1. دي كاميرا ممتازه وبديل هايل للتليفونات، ولو عايز بس ايه حاجه سريعه كده اهو، وبرشحها لناس كتير قوي لسه بيبداوا، ولكن زي ما تقول كده ايه تقدر تجيب اخرها، يعني بعد فتره هتحجمك شويه. ZV-E1 اختيار ممتاز، يعني انا بستخدمها بشكل اساسي لمده داخل في سنه اهو، وفيها مميزات قويه قوي متاخده من الكاميرات العاليه انت ممكن ما تحتاجهاش في المرحله المتوسطه دي. فيجي في النص بقى دور الE10 بتسد الفراغ ما بين الاثنين دولت، واحده بوينت اند شوت كده 1 انش سنسور، واحده فول فريم جباره، ودي كروب فريم ولكن بجوده محترمه جدا. الجديد بقى في الE10 Mark II، الكاميرا دي تقدر تصور 4K 60 فريم اوفر سامبلد من 5.6K 10 بت 4:2. ده معناه شاربنس قويه، بقت 26 ميجا بكسل بدل 24، والاهم انها 10 بت لان القديمه كانت 8 بت، فده هيفتح لك امكانيات اكتر في التلوين مع الاس لوك 3، واكيد فيها 120 فريم على فول اتش دي. الشكل ما اتغيرش قوي بقى، بس في السويتش اللي فوق هنا، ولكن هي اصلا فئه الZV معروف انها بيديك حجم صغير. هنا الجريب بقت اعمق شويه داخل لجوه، فالماسكه بقت احسن. الاوتو فوكس الممتاز اللي موجود في كاميرات اعلى منها ووضع زي البرودكت شو كيس ميزه مهمه قوي للناس اللي بتصور منتجات، والناس دي بقى واللي انا منهم بقينا نصور اكتر محتوى فيرتيكال، محتوى بالطول، بنمسك الكاميرا كده او كده. فهنا بقى عملوا حركه ان انت لما تعوج الكاميرا كده المنيو يتقلب معاك فيرتيكال، فلو عايز تغير اي حاجه هيبقى الموضوع اسهل. المنيو نفسه برضه بقى اتغير، بقى انك تعرف تسحب من الجنب يمين وشمال ومن تحت علشان تظبط بقى السيتنجز السريعه اللي انت بتحتاج تغيرها. دي مهمه جدا عشان لو انت بتغير ما بين اوضاع كتير فتحطهم كلهم في الجناب او من تحت. ده زائد المنيو الجديد نفسه اللي بقى كله فولي تاتش، وعلى فكره دي ما كانتش موجوده في الE10 اللي فاتت. دلوقتي بقى فيها اكتف ستابلايزيشن، وضع اكتر للثبات. هو بيعمل كروب شويتين بس تقدر تاخد بيه شوتات جامده قوي مع شويه بقى ايه وورب ستابلايزيشن او الكاتاليست براوز مع شويه سلو موشن ومشيه النينجا، مش تحتاج جيمبل قوي. حاجه كمان اتغيرت ومهمه جدا وهي البطاريه، بقت تستخدم البطاريات الكبيره اللي هي بتاعت كل كاميرات سوني دلوقتي، فده طبعا بجانب ان عمرها اطول هيبقى اسهل معاك لو انت معاك كاميرات تانية من سوني وجايب مثلا دي كبي كام او سي كام، هتبقى مش محتاج بقى تمشي بكذا بطاريه، هي بطاريات مثلا 3 4 بطاريات لكل الكاميرات. وده بقى يجيبنا الموضوع مهم ان الكاميرا دي تنفع للمحترفين كبي كام او سي كام، لو انت عايز بس كده كاميرا تصور بيهايند ذا سينز، تاخد زاويه تانية وحاجات سريعه برده للسوشيال ميديا وتعرف تباتش ما بينها وما بين كاميرات عاليه من سوني، هيبقى اختيار ممتاز لو انت مزنوق شويه في البادجت، وهتبقى بديل كويس جدا للFX30 والA6700، هتديك تقريبا نفس الاداء في معظم الحاجات. التانيين طبعا يعتمد عليهم اكتر كاميرات اساسيه وتبريد وكده، دي مش للشغل التقيل الاساسي. نرجع بقى للشباب بتاعت السوشيال ميديا والفلوجز، في هنا وضع اسمه السيني فلوج، ده بيحط لك بلاك بارز كده فوق، وبتختار بقى كمان اللوك بقى والالوان وسرعه الفوكس، وفيها كمان الاس سيني تون القديم ما كانش فيها، ده اللوك المشهور بتاع سوني. والاحلى بقى من السيني فلوج واللي عاجبني قوي وهي الكرييتيف لوكس، دولت 10 لوكات كده جاهزين من سوني موجودين ان هو تقدر تختار اي حاجه منهم مناسبين لاوضاع كتير مختلفه. والاجمد بقى هو انك تقدر تعدل فيهم، يعني مثلا اللوك بتاع الاس تي ده عاجبني ولكن عايز اعدل فيه، يعني اخش هنا كده بس شايف ان الكلاريتي محتاجه تعلى شويه، الشاربنس نفس النظام، الساتوريشن لا قللها لي شويه، والكونتراست هكذا بقى. فانت تعمل اللوك الخاص بيك مع السيتنجز طبعا المناسبه للمكان اللي انت بتصوره، هيديك حاجه جاهزه ترميها على طول على السوشيال ميديا من غير تعديلات كتير. المايكات اتحسنت، بقى فيها 3 مايكات زي اللي موجوده في الZV-E1. بحب اقول لك ان انا ياما اعتمدت على المايكات ديت، مش في التسجيل طبعا الصوت الاساسي دوت، ولكن مثلا وانا بعمل انبوكسنج لحاجه وتركب المايك فلا بتلقط صوت جامد، مثلا وانا ماشي في الشارع في حد اتكلم زعق قال حاجه وانت عايز الصوت ده،
مايك حلو قوي. طبعا بيجي معاها الكيت لينس دي ال 1650، هي كبدايه لينس كويسه طبعا، هي بتيجي مع الكاميرا، ولكن لو عايز تفتح بقى امكانيات الكاميرا ديت فانت محتاج تستثمر في لينس، تشتري لينس مستعمل، تأجر ايا كان وتتعلم عليها، هتحس فعلا بنقله كبيره جدا عن اللينس ده. وهنا بقى يجي معضله اشتري لينس اهم ولا اشتري كاميرا، ده نفس كده ايه البيض الاول ولا الفرخه. لو جبت لينس جامد وركبته على كاميرا تعبانه ما فيهاش اوتو فوكس قوي، الكودكس والكواليتي بتاعتها مش قويه، مش هتستغل امكانيات اللينس ده، والعكس صحيح. حبيت بس اوضح النقطه دي عشان اتسالت عليها كتير. واخيرا بيجي منها لونين، الابيض والاسود. السعر، انت قاعد مستني السعر. وقت تصوير الفيديو دوت واليوم دوت الكاميرا لسه اصلها شهر على ما يتعلن عنها، فما فيش سعر ثابت، ولكن نتوقع انها فوق $1000 حبه قليلين، اتمنى ما يعلاش قوي، بس هكتب لكم في اول كومنت السعر النهائي. فكتلخيص دي سلمه زياده بتطلعها كده بعد ايه التصوير بالموبايل وبالكاميرات الصغيره قبل الفول فريم وعالم الكاميرات الجامد. اكيد مش كامله، الحجم والبادي دوت هيكون فيه ليميتيشن زي مثلا الاوفر هيتنج بعد فتره، ولكن زي ما قلت لك هي اكتر للسوشيال ميديا وبيهايند ذا سينز، فمش طبيعي ان انت تصور بيها لفترات طويله 4K 60 او الدور في الحر، مش منطقي. وعجبني فكره ان انت لو عايز تطلع منها لوكات جاهزه كده على طول ترميها على السوشيال ميديا من غير تعديل موجود، ولو عايز برضو تاخد حاجه لوج بقى وتلون بكودكس محترمه موجود، وهتعرف تخليك تجرب وتطور من نفسك لما تشتري لينس جديد وهكذا. فانتوا قولوا لي ايه رايكم في الزي في اي 10 مارك 2. انا عايز اقعد مع الراجل اللي في سوني اللي بيختار الاسامي، انا عايزه في كلمتين كده، ايه رايك نسميها زي في 11 او اي 11 10 و2 والترتيب برضو، يعني مثلا دي اسمها زي في اي 1 ودي اي 10. مين المفروض يبقى اقوى؟ لو سالت واحد في الشارع مين اقوى يقول لك اكيد ال10، لا ال1 اقوى. عموما بغض النظر عن اللخبطه، لو انت عايز تعرف معلومات اكتر برضو عن الكاميرا انزل في اللينك اللي انا حاطه لك تحت في الديسكربشن او في اول كومنت، هتلاقي فيه كل المعلومات وسعر الكاميرا وميعاد التوفر بتاعها. وبس كده، سلام.